أقف الآن وحولي جثامين الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم مجهول الهوية، ومنهم من تم التعرف عليه في مشاهد صعبة للغاية. أتحدث على مقابر جماعية قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدفن الشهداء فيها دون رحمة ودون أدنى شعور بالإنسانية. اليوم وفي هذا المكان ننتشل أكثر من 100 شهيد مجهولي الهوية من داخل مجمع الشفاء الطبي. هؤلاء حق لهم أن يتم التعرف عليهم، وحق لعوائلهم أن تتعرف عليهم، لكن الاحتلال الإسرائيلي بشكل قطعي يرفض أن يدخل أي معدات ومستلزمات كي تتعرف العائلات على أبنائها، في جريمة لا يمكن أن تنسى وستبقى خالدة في ذكريات شعبنا، وفي لوحة من المأساة ومن الذل ومن الهوان لمنظومة إنسانية تدعي الإنسانية. وعلى العالم أن يدرك أن ما يجري في غزة هو انتهاك صارخ لكل المبادئ الإنسانية.